السلام عليكم يا حبايب قلبي. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف أطفال المسلمين جميعا. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يعلم به أحد. اللهم انصر أخوتنا في غزة. الفيديو ده كنت عايزة اعمله الصراحة من يومين، بس ما كنتش فاضية اعمله، وحبيت اني اتكلم على الاستاذة الدكتورة هالة سمير. بنسمعها في حياتنا، بنسمعها بتتكلم عن اخواتنا، عن اخواتنا، عن عمتنا، عن اعمامنا، عن جدودنا، عن معاملة ازواجنا، عن معاملة اخواتنا. كل حاجة، المعاملات كلها كانت بتتكلم عنها الدكتورة هالة سمير. وأنا من الناس المحبين للدكتورة هالة سمير. ست محترمة، ست مهذبة، ست جميلة، كلامها جميل. بتكلمنا دايما عن حقوقنا وعن واجباتنا، عن اللي لازم نعمله، عن اللي لازم نقوله، نتصرف ازاي ونتكلم ازاي. كل حاجة ما شاء الله الناحية الدينية بتخصها هي بتفهمها لنا وبتوعينا، تجاه أهلك، تجاه اخواتك، تجاه قرايبك، تجاه زوجك، تجاه أولادك. كل حاجة بتفهمها لنا. شو بيضحك دايما تقولي لي بقى اصلها فصلها. ملناش دعوة، اللي يخصنا الكلام اللي بيتكلمنا بيه وبنسمعه وبنستفيد منه. بوست بيتكلم يا جماعة ادخلوا ادعوا لها، الست في أزمة، الست في مشكلة. فدورت في التعليقات وكومنتات، عرفت ان في حد قريبها او حد من معارفها بينخرب وراها، مش عاجبه اللي هي فيه، مش عاجبه عيشتها، بينق عليها، الله اعلم. المهم بلغ ان في حاجات وفي حاجات كده مش مدفوعة، ضرايب وكلام من دوت. فالمصر قال بعتت للدولة اللي هي فيها ان انتوا قاعدينها ازاي وهي ما بتدفعش الحاجات ديت. وقامت الدولة بقى اللي هي فيها راحت برضو، يعني جابوا عليها مبلغ كبير. فهي مشكلة حاليا. وهو كده كده اصلا اي حد شغال على السوشيال ميديا، او الفاتح يوتيوب او فاتح هنا او فاتح هنا، بيدفع ضرائب للبلد. واي مبلغ البلد مقرراه، فاليوتيوبر دوت او الشخص اللي فاتح القناة او فاتح اي منصة بيدفع ضرائب للبلد. فالست طلعت تقول حرام عليكم، انا بناتي تعبانين، انا كل يوم والتاني في المستشفى، فحرام عليكم، فانتوا بتعملوا كده ليه؟ فحد طلع رد عليها قال لها انت بتقولي لنا اللي احنا بنحسدك، احنا انت لو انت مش عايزاهم يتحسدوا بتطلعيهم معاكي ليه؟ انت هي شايفة الناس بتبص عليها. فالمقصود من الفيديو كل دوت، والمقصود من كلامها انه محدش يتكلم او محدش يبص في رزق حد. كل واحد فيه واخد نصيبه، وال24 قيراط متفرقين على حسب رزق كل واحد زي ما ربنا كاتبه. فكل واحد يخليه في رزقه، وبلاش تبصوا رزق حد، كل واحد فيه اللي مكفيه. وده المقصود من الفيديو. واتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد من تيتا. مع السلامة.